انا في مشكلة ومش عارفة اعمل ايه. جوزي اتجوز عليا من غير ما يعرفني، ولما انا عرفت اخدت عيالي ورحت عند بيت اهلي واحاول كتير انه يرجعني وانا رفضت، وكان شرطي انه يطلقها وهو متمسك بيها جدا وبيقول انها ملهاش ذنب، وفضل في محاولات كتيرة انه يرجعني وبعتلي كل المعارف علشان ارجع، وانا كنت متمسكة انه لازم يجيب ورقة طلاقها الاول علشان ارجع. وفي الوقت ده انا جالي عريس ووافقت عليه واتخطبت، وهو اتجنن وعمل كل المحاولات علشان يرجعني انا والاولاد، واخر ما زهق طلقها فعلا ورجعنا لبعض تاني. بس بقالنا فترة كبيرة من يوم ما انا رجعت واحنا في مشاكل، وهو مش صفيلي ابدا وبنتخانق على اتفه الاسباب، وكارهني وكل شوية يقولي خربتي بيت واحدة ملهاش ذنب وثقت فيا، بيفكر فيها طول الوقت وصعبانة عليه اكتر مني ومش مقدر جرحي انا كمان. انا عايزاه ينساها وحاسة انها زي ما تكون عاملاله سحر. اعمل ايه علشان انا جسمي قايد نار وهو لسه على علاقة بيها وبأهلها وبيكلمهم؟ قولولي اتصرف ازاي واعمل ايه. هو عايز يرجعها وانا مش طايقة ولا هطيق واحدة تشاركني حياتي وجوزي. هو عايزنا احنا الاتنين ومش عايز ولاده يتربوا بين اب وام منفصلين، وكمان عايز يرجعها ويجمع بيننا احنا الاتنين. وعلى فكرة الناس اللي بتقول انا ازاي اتخطبت وانا على ذمته، لا، انا طلبت الطلاق اول ما عرفت ورفعت عليه قواضي طلاق وقايمة واتطلقت فعلا، وبعدين اتخطبت ومرضيتش اسيب خطيبي الا لما يطلقها، ولما رجعلي شرطت عليه يكتب لي قايمة جديدة ومؤخر كبير علشان اضمن ان هو مش هيرجع لها. بس هو ندمان انه رجعني وحاسس ان انا مستاهل، وما قالش لحد ان هو مطلقها، والناس لحد دلوقتي فاهمين انها مراته. هل انا فعلا خربت بيتها ولا جوزي كده بيتحجج؟